في إحدى عنابر الدواجن حدث أمر عجيب. صرخت تبرز. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر عادي، لكن عند التدقيق نرى أن هذا الزرع يحتوي على بويضات كوكسيديا. بويضات الكوكسيديا اللي بتنزل مع الزرع بتكون غير متحوصلة non-sporulated oocyst. البويضات دي بتخرج وتفضل شوية على الفرشة في ظل الظروف المواتية من حرارة، رطوبة، أكسجين. تبدأ البويضة تتحوصل، وهنا يدق ناقوس الخطر المحتمل. الفراخ بطبيعتها بتنقر في الأرض فتاكل البويضات المتحوصلة، تفضل ماشية مع الأكل على طول القناة الهضمية لحد ما هوب توصل لمكان الإصابة في الأمعاء. هنا بتبدأ تكشر عن أنيابها، تدخل خلايا الأمعاء وتدمر فيها كما يحلو لها. اللي بيساعد على كده ضعف المناعة والإصابة بأمراض تانية وأشهرها الكوليستريديا. كل سبوروليتد أوسيست بيكون فيها 4 سبوروسيست. كل سبوروسيست بيكون فيه 2 سبوروزويد. كل سبوروزويد هيبدأ يتحول لتروفوزويد. كل تروفوزويد هيبدأ يكتر في العدد داخل الخلايا ويعمل كيس كبير بنسميه شايزون. الشايزون بعد فترة ينفجر ويطلع منه ميروزويد كتير. كل واحدة فيهم هتبدأ قصة دمار من أول وجديد. هتمشي في مسار من اتنين: يا إما ترجع تاني تعيد الكرة، تدخل خلية جديدة ويحصل نفس اللي حصل تاني وتنتهي بشايزون كبير مليان ميروزويد، يا إما تمشي في مسار تاني تبدأ تتحور إلى جاميتات مؤنثة وجاميتات مذكرة، ماكروجاميت ومايكروجاميت، وتبدأ تجتمع وتكون الزيجوت. والزيجوت اللي هيتطور ويعمل الأوسيست، والأوسيست اللي هتبدأ تطلع تاني في البراز وتعيد الكرة من تاني. تحياتي دكتور المتصل بالله طبيب المزرعة.